السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجنون يا دهب. الناس محتاجة تفهم ايه اللي حاصل ومخلي اسعار الذهب في حالة جنون، لدرجة ان وقت تصوير الحلقة كان عيار 21 مسجل 2260 جنيه للجرام الواحد. البنك المركزي المصري رفع الفايدة 2% على الايداع والاقراض. الناس مستنية هل فعلا هيتم طرح شهادات جديدة ولا لا، وفي تعويم اساسا ولا لا، وايه اللي بيحصل. الذهب الفترة دي رايح على فين؟ هل هيطلع وهيفضل واخد في وشه وراكب الصاروخ، ولا هينخفض؟ طب لو انخفض هيروح لحد كام؟ في ظل عدم الاستقرار اللي احنا فيه في الفترة الحالية، لو انا النهاردة معايا ذهب ابيع ولا لا؟ ولو معايا فلوس اشتري ولا استنى؟ كل ده هنجاوب عليه في الفيديو ده. يلا بينا. السلام عليكم. جنون في اسعار الذهب. طب ليه؟ كلنا عارفين ان في 22 مارس اللي فات شهادات كتير جدا اتفكت بتاعة ال 18% ونزلت في حساب المودعين، وكل الناس كانت قاعدة ومنتظرة اجتماع 30 مارس علشان خاطر هيحصل تعويم وهيحصل شهادات جديدة، ولكن الناس اتفاجئت ان البنك رفع 2% على الايداع والاقراض. في قطاع كبير جدا ما خدش باله ان ال 2% اللي صدرت دي مش هي الشهادات اللي الناس مستنياها، فطبعا قطاع كبير اتجه انه يشتري ذهب لانه كان مقتنع ان ال 16% اللي موجوده دلوقتي بقت 18، وده غلط. فقطاع كبير اتجه انه يشتري ذهب الفترة دي يوم الجمعة 31 مارس، وده علشان خاطر ان الذهب واقع تحت العرض والطلب وبورصة فسعره رفع، لكن مش ده السعر الحقيقي للذهب، فلازم نخلي بالنا من النقطة دي. في تعويم ولا لا؟ كلنا عارفين ان في روجيتة اصلاحات مصر متفقة عليها مع صندوق النقد الدولي، وعندنا الفترة دي شح دولاري ومش متوفر في البنك، وسعره في البنك 30 جنيه 95 قرش، بينزل قروش بس ما بيتحركش، وده مش واقع السوق الحالي، ولا هو عرض ولا هو طلب. على عكس السوق الموازي، السوق الموازي بدأ من 33 وطلع ل 34 وال 35 لحد ما استقر عند 36 جنيه. طيب ايه اللي المفروض يحصل عشان يحصل تعويم؟ التعويم اولا البنك المركزي لازم يرفع الفايدة، وتم ده ورفع الفايدة 2%. بعد كده هيتم طرح شهادات كبيرة علشان تلم السيولة اللي موجودة في السوق. تالت حاجة يتم التعويم، علشان كده لازم يحصل تعويم. طيب الذهب هيفضل راكب الصاروخ واخد في وشه ولا هينخفض؟ الذهب ملاذ آمن، والذهب بورصة عالمية وقع تحت العرض والطلب. الفترة دي الطلب زايد على الذهب ومسعر بسعر سوق سودا 39.5 و40، وده سعر عالي جدا. طب امتى هينخفض؟ هينخفض بعد التعويم الرسمي، وبعد ما يتم طرح شهادات جديدة وتلم الفلوس من السوق، الدنيا هتهدى ويرجع الذهب ل 35 او ل 36، فطبيعي هينخفض، وهنشوف عيار 21 بيتراوح ما بين 1900 ل 1950 و 1980. طيب الفترة دي فترة بيع ولا فترة شراء؟ لو انت النهاردة هتشتري ذهب يبقى تصبر شوية، لان مش مستحب ان احنا نشتري ذهب وقت ارتفاع، والفترة دي السعر عالي قوي واوفر. طب لو انا عايز ابيع، لو انت هتبيع علشان هتقضي مصلحة تانية بيع، ده قرارك، بس لو انت هتبيع علشان خاطر تقول لي هكسب، لا انت مش هتكسب، والبيع هيبقى اكبر خطوة غلط انت هتعملها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، ولو ليك اي تعليق او استفسار سيبولي في الكومنتات. سلام.